ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. خلاص العيد فاضل كام يوم، خلاص بقى يتعدى على الصوابع. قبل بقى ما ابدا الفيديو، اللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو انا اعمله، ولايك حلو كده تعملوه للفيديو، وكومنت وتقولوا لي رايكم ايه. تاني حاجه، انا زي ما وعدتكم في الفيديو اللي فات، اني انا بعد ما اخلص توضيبات الشقة والفرش وكل حاجة، هبدأ ان انا اوريها لكم حتة حتة او مكان مكان. فدلوقتي انا هبدأ ان انا اخدكم جولة في الشقة بعد ما فرشتها وخلصتها تماما. وطبعا ده اتفرشت بطلوع الروح، تعبت جدا من طبعا ما فرشتها، وكل طبعا الستات عارفين ان الموضوع ده والبنات عارفين الموضوع ده بتاع فرش الشقة. فيلا بينا بقى عشان ما نطولش الفيديو، يلا بينا في جولة كده في الشقة بعد ما فنشتها وخلصت كل الفرش. دلوقتي دي الصالة بعد ما اتفرشت، ملناش دعوة بالحشري ده. ودي المفارش الفرو اللي قلتلكوا عليها، دي انا جبتها وقصيتها على الاشكال اللي انا عاوزاها. وطبعا النيش اللي انا طلع عيني فيه 3 ساعات في النيش. وادي بقية الصالة. وده الفرش طبعا الجديد اللي انا قلتلكوا عليه، والسجادة برضو بتاعت الصالة جديدة زي اللي انا قلتلكوا عليها. بصوا المفارش دي، القماشة اللي هي قماش الشعر اللي هي الفرو اللي انا جبتها، قسمتها بقى على كل ده. ودي الأوضة بعد ما اتفنشت. طبعا انتوا شفتوها قبل وشفتوها بعد، والدنيا كانت الله اكبر عليها، كانت زيطة وبايظة خالص. ادي الأوضة بعد ما خلصتها. اوديكوا بقى الأوضة التانية. دي أوضة بقى ابني، بس طبعا الإضاءة اللمبة التانية طبعا لازم قبل العيد لازم يحصل دروبات كده حلوة. فدي الأوضة التانية. بعدها برضو خلصتها. ودي اوضه الانتريه اللي انتوا طبعا شفتوها قبل الفرش. وادي الستاير. وده طبعا بصوا القماشه اللي هي الفرو، بص عملت كام مفرش. ودي السجاده الشعر اللي انا قلتلكوا عليها، دي بتاعت الصاله، بس انا نقلتها هنا في الانتريه. وطبعا جبت السجاده دي بقى السجاده دي الجديده اللي انا وريتها لكم، كانت مبرومه. اللي تابع طبعا الفيديو شاف شاف السجاده وهي مبرومه في فيديو كده قبل الفرش انا كنت عاملاه. ف فاللي ما تابعش الفيديو اللي فات يبقى يتابعه، واللي ما اشتركش طبعا في قناه تاني هقول لكم اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. انتوا هو ضغطه واحده بس، دوسوا على الاشتراك واعملوا لايك، وقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في الفرش وبعد بعد ما فرشت وطلع عيني طبعا. يلا كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم. وبإذن الله كده كلنا بإذن الله كده نكون في عمرة رمضان بإذن الله السنة الجاية. يلا باي باي، وكل سنة وانتم طيبين.